في قلب العاصمة المغربية الرباط يشيد صرح رياضي فريد من نوعه، ملعب الرباط الجديد، ليصبح تحفة معمارية تجسد شغف المغاربة بكرة القدم وروح التنافس الرياضي. تسابق أعمال بناء ملعب الرباط الجديد الزمن، حيث تشير الإحصائيات إلى أن نسبة الأشغال الكبرى للمشروع قد وصلت إلى 50% حتى تاريخ كتابة هذا الموضوع. وتتوقع الجهات المسؤولة الانتهاء من أعمال البناء بشكل كامل في عام 2025. يتميز ملعب الرباط الجديد بتصميمه الدائري الفريد من نوعه، المستوحى من شكل القبة التي تعتبر من أهم المعالم المعمارية في المغرب. ويعد هذا التصميم بمثابة ابتكار معماري يضفي على الملعب لمسة جمالية استثنائية، ويتيح توزيعا متناسقا للمدرجات حول أرضية الملعب. يتكون ملعب الرباط الجديد من 3 طوابق من المدرجات تتسع ل70,000 متفرج، مما يجعله من أكبر الملاعب في المغرب. وتصنف هذه المدرجات ضمن فئة الدرجة الأولى من حيث الراحة والخدمات المقدمة للمتفرجين. ومن المميزات الأخرى التي ستكون في ملعب الرباط الجديد سقف قابل للسحب. يتيح هذا السقف إمكانية إقامة المباريات في أي ظروف جوية، مما يساهم في تعزيز استمرارية الفعاليات الرياضية على مدار العام وفي جميع الأحوال الجوية. يمثل ملعب الرباط الجديد علامة فارقة في تاريخ الرياضة المغربية، حيث يعد من أحدث وأكبر الملاعب في البلاد. ويتوقع أن يلعب هذا الملعب دورا هاما في جذب الفعاليات الرياضية الكبرى وتعزيز مكانة المغرب على الصعيد الدولي. شكرا لكم على المتابعة، ولا تنسوا الإعجاب والاشتراك ليصلكم كل جديد.